مرحبا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ يعطيكم العافيه. اليوم جيت بدي اسوي معاكم سبانخ. كل مين له طريقه بيه، بس احنا طريقتنا زاد حلوه، راح اشوفكم اياها اليوم. حزقاني هنا بس راح اطلعه كله واغسله واشيل هذا الراس ونفرمه ونرجع مع بعض على التطبيق. هاي بعد ما شلنا منه العروق الصفراء وفرمناه، لا تنعمونه بالفرم، بهاي الطريقه راح نغسله وننقعه بمي زين ونرجع بيه على السلق. هاي عبينا عليه بالطنجرة وحماتي راح تنزل بالمي. بصراحة أنا أحب طريقتها بالسلق، يظل أخضر ولا يغمق أبدا أبدا أبدا. أهم شي ما تغطونه بهاي الطريقة. هاي بعد ما نزل وهبط السبانخ دحقهم لسه محافظ على نفس اللون، ما نغطيه، رح نصفيه. بي ناس تحتفظ بالمي هاي تطبخ بيها رز مشان الحديد، وبي ناس تكبها. احنا يعني احيانا هيك واحيانا هيك. وبي ناس تقليه بدون هاي السلق، يعني اول شي ما اعرف. احنا نستهوي بهاي الطريقة. يلا راح نصفيه ونرجع نقليه بلحمة وكزبرة وثوم. هذا صفيناه بهذا الشكل، صفيناه ما كثير نعصره مشان ما نروح منه عصارته الحلوة، بس نصفيه من هاي المي ونتركه بس دقيقتين ونرجع بعدين على التحضير. هاي بعد ما صفى وبرد مزبوط، اللي بده يفرزه يقدر يفرزه بهاي الطريقة، بس مو أكثر. يعبيه بعلب أو بأكياس ويحطه بالفريزر ايمت ما بده يطلعهن. احنا رح نطبخ، جهزنا احنا هالمره رح نسويه بلحمه. ماشي، جهزت لحمه الكميه اللي بدك اياها، حلوه اذا تكون شوي مدهنه وبده ثوم. يعني انا تقريبا حاطه 10 حزمات، بدهن راس ثوم كامل، وبدهن انا حاطه ربع كيلو لحمه وكزبره واي ماده زيتيه انت تحبونها. يلا ندخل على التحضير. نزلنا باللحمه رح نقليها وانزل عليها بالثوم وبالكزبره، خليهن زين وارجع عليكم. هاي نزلنا بالكزبرة والثوم واللحمة، راح نخليهن يستوون مع بعض. الريحة ما راح احكي لكم، كل العالم تعرف هاي الطشة او هاي الكزبرة والثوم شلون الريحة. راح اسويهن وارجع انزل بالسبانخ مع بعض. هاي نزلنا بالسبانخ على الكزبرة والثوم، راح نعطيهن تقليبة ونهدي عليهن الغاز ونخليهن. هو السبانخ ما بده كثير سوي، ونخليهن يتقلن مع بعض وياخذ هاي النكهة الحلوة، ونظبط الملح مع بعض ونرجع على التقديم. انا راح اتركه على نار هادية ينزل عصارته، اللي يحبه ناشف يقدر ينشفه. شايفين ما احلى ريحة الكزبرة والثوم؟ انتم ما راح تشوفون ولا راح تسمعون، بس المنظر. يلا نروح على التقديم. هاي وصفتنا السبانخ بلحمة وكزبرة وثوم جاهزة. سويت يمها شوية رز، طريقة حيل حلوة وسهلة ولذيذة. أتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. من أروع الوصفات وغنية بالحديد، وتعرفون أنتم عاد كل هاي القصص أنا دائما أتدخل بهاي الأمور بس لأني كوني ممرضة. فأتمنى الاشتراك بقناتي ودعمي، ويعطيكم ألف عافية. ورح نزلكم زاد وصفته للنباتيين بدون لحمة.